صباحكم فل او مساءكم فل على الوقت اللي هتشوفوا فيه الفيديو. اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اهلا بيكم ودردشه سريعه كده على ماتش الزمالك والجونه عن احداث الصفقات واللي داير في موسم الانتقالات اللي الزمالك ما يعرفش عنه اي حاجه، او اداره الزمالك يعني بمعنى اصح ما تسمعش عنه حاجه لحد الان. اهلا بيكم. قبل اي حاجه يا ريت اللي هيفتح الفيديو يعمل، لو مش مشترك في القناه يعمل اشتراك ويعمل شير ولايك لو الفيديو عجبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الزمالك النهارده بعودة عبد الله السعيد بيرجع الزمالك لطريق الانتصارات مرة تانية وبيفوز وبيحقق نتيجة كبيرة بعد بعض الاهتزاز في المستوى في الشوط الأول، وبيحقق نتيجة عريضة يعني على عكس الأحداث وعلى عكس المعطيات واللي شفناه في ماتش فيوتشر واللي داير في النادي. يمكن دي النقطة المضيئة الوحيدة للزمالك على يعني من فترة، يعني إن النتيجة إن هي نتيجة كويسة وثلاث نقط مهمين جدا قبل مباراة بيراميدز يوم الجمعة الجاي. جروسي بيبتدي المباراة بتشكيل ثابت كالعادة، باستثناء عودة الونش وعودة عبد الله المصابين وخروج المسلوسي ألف سلام عليه المصاب بالصليبي، والاعتماد على باقي التشكيل زي ما هو شحاتة وعودة ودونجا، شحاتة ودونجا عبد الله شلبي زيزو قدامهم. ارجع ناصر منسي مكان الجزيري وفعلا انا شايف ان ناصر منسي ياخد، لان هو ماشيه معاه نوعا عن بقيه الفراوده اللي موجودين. من بعض الملاحظات يعني او من الملاحظات يعني عن الاداء في الماتش ده، هي دخول مصطفى شلبي اكتر واكتر في عمق الملعب. تحسن الكوره في رجل مصطفى شلبي نوعا ما عن الفترات اللي فاتت، ما بيفقدهاش بسهوله. يعني يمكن يعني باصة او اتنين اقل من معدل تقريبا، لو في احصائيه يعني انا واثق انها تطلع اقل معدلات فقدان الكوره لمصطفى شلبي في الماتش ده. ومع دخوله كمان في عمق الملعب ودخوله في منطقه صناعه اللعب، فده بيصعب المهمه اكتر، لكن قدر يحافظ على الكرة ويخرجها بشكل مهم. ما فيش باصات ريسك كتير يعني عملها او حاجة، بس كان سيطرته على الكرة افضل بكتير من الماتشات اللي فاتت. يعني واضح ان لو النقطة دي فيها تحسن، او لو جروس يعني هتبقى من ضمن حسناته انه يكتشف شلبي من جديد. والله ما نكرهش، يعني احنا ما بنكرهش شلبي كشخص، احنا بنكرهه يعني هو كشخص اكيد ممكن يبقى بني ادم كويس، ودي حاجة ملناش دعوة بيها. احنا كل انتقادنا ان هو بيلعب عندنا في النادي، وان احنا بنلعب بنشجع النادي ده وبنتحرق دمنا ورا النادي ده. ف يعني كان كل ده انتقادنا ليه. فلو مستواه هيبقى كويس وهيبقى ده المردود بتاعه، فاهلا وسهلا، ويا ريت يكمل على كده اهو بدون اي اخطاء، وما بنغلطش في حد وما فيش اي تجاوز يعني. زيزو برضو كعادة الماتشات الأخيرة مش في مستواه، باستثناء الأسيست اللي عمله، محاولاته على المرمى. عمل كام اوفر كويس، اوفرات صحيحة من الفاولات او كانت من الحركة. ماتش برضو يعني مش احسن، مش ده زيزو، عنده احسن بكتير. ويا ريت والله نخلص من القصة دي، لو هي مأثرة على التركيز بتاعه يا ريت نخلص بجد، لان الموضوع بوخ والزمالك هو المضرور يعني. دونجا باستثناء الاسيست الرابع، الجون الرابع عادي هو دونجا، والكرة مش معانا او معانا بيقدم عبث ملوش حل يعني. بيمثل ان هو بيضغط وما بيضغطش، بيمثل ان هو عايز فاول وهو ما بقاش فاول، قصص كده يعني. فعلا احنا محتاجين رقم ستة اكتر ما احنا محتاجين يعني، او نفس الليفل اللي احنا محتاجين فيه مدافع، نفس الليفل محتاجين فيه رقم ستة، محتاجين جناح، محتاجين مهاجم واساسيين، مش احتياطي يعني. آه ناصر منسي عمل اللي عليه وكان بيضغط كويس، ويمكن هو اكتر المهاجمين في نادي الزمالك شراسة في الضغط، واكثرهم اخلاصا في اللعب يعني، وخوفه على مركزه، لانه ربنا عشان كده ربنا بيكافئه. هدف بالهيد مميز جدا، صناعة في الدقيقة السابعة، صناعة زيزو. عرضية مميزة، مصطفى شلبي التحرك في العمق اللي انا قلت عليه، قدر يخدع فيه اتنين مدافعين من الجونة وخدهم معاه، فضل مساحة لناصر اللي اتحرك فيها بذكاء وقدر يسجل الهدف الاول.
طبعا كعادة الزمالك بعد الهدف تراجع غير بلا مبرر او بدون سبب. الفريق يعني ما يستاهلش ان انت تتراجع قدامه عشان تمتص حماسه. يعني انا افهم لو بلاعب فريق كبير زي الاهلي، زي بيراميدز، زي فريق في افريقيا مثلا خارج الارض وهدفت، برجع ورا عشان اقدر استقبل لعب وبتاع. لكن انت راجع ورا قدام فريق زي الجونه، يعني اهو جاب جون عشوائي، الكره بتخبط ودخلت. كرة من الاول اصلا مضحكه، يعني محمد شحاته جه يطلعها في الاوت، خبطت في رجله وراحت ناحيه عواد. عواد طبعا مش مركز، فاكر انها راجعه له مباشره، او شحاته قصد انه يرجعها. ما تمسكها يا عم، الناس كلها دلوقتي بقت بتمسك، امسكها. راح لعبها بدماغه، راحت طالعه في الكورنر. الكورنر اترفع، عواد طلع طلعها في البوكس على ال 18، اتشاطت دخل جوه ال 18 اي حاجه. احمد حسام قلشها بدماغه. الحمد لله كان انها دخلت، لانها خبطت تقريبا في ايد حسام عبد المجيد، كانت ممكن تحسب بين المطارد. المهم جون. الشوط الاول كمل على نفس المنظر، مفيش اي جديد. الشوط التاني برضو محاولات زمالك اتحسن كتير، اكثر حركيه واكثر تنوع في الاداء. وعبد الله فاق اكتر من عبد الله. الشوط الاول ما كانش كويس. بعد الالتحام مع اللعيب الجونه الغريب، يعني اللي بيحط ايده على وش عبد الله وعايز يمسك فيه. بعدها تقريبا تم استفزاز عبد الله، ابتدى يتحرك جامد والماتش ولما عبد الله بيتحرك الزمالك بيتحرك. يعني ثرو عالمي لمصطفى شلبي. مصطفى شلبي كان عنده يعني برضو، عشان برضو يعني الناس ممكن تنسى الكرة جت جون، بس هو مصطفى شلبي خد اغبى قرار. كان عنده زيزو لوحده يرجعها له نسبة ان هو يشوط جون 90%، والجزيري بالعرض. اعتمد على نفسه وشاط. الحمد لله الشوطة جت قوية نوعا. الجون صدها بشكل مش كويس، ردت خبطت في الجزيري في الاخر ودخلت. طبعا من الاول الثرو بتاع عبد الله السعيد عالمي. آه بعديها الزمالك كمل بقى، دي اتعلم من غلطه بتاعت الشوط الاول، ما رجعش لورا ووقف، لا ضغط تاني اكتر وداس. ثرو من احمد فتوح بيمينه لشلبي برضو، زي ما قلت كان من افضل ماتشاته. الجون بيطلع فعلا، ما كانش عنده فرصه انه يطلعها باحسن من كده. ذكاء من عبد الله السعيد اللي توقع ان الكره هتروح في المكان ده، لان الكره جايه لو تبص يعني عليها هتلاقي ان عبد الله فعلا اتحرك يعني في الحته الفاضيه اللي مكان شلبي، اللي هي متوقع بنسبه 70% الجون هيقدر يخرج الكره فيها. والتوفيق بقى بتاع ربنا انها فعلا راحت في الحته اللي اتحرك عليها عبد الله، جري عليها طبعا بتمكن ببطن رجله ومعلمه، يعني من مسافه بعيده حطها في الجون الفاضي في الحته الفاضيه. لو جت، انا عايز اقول يعني لو جت لاي لعيب موجود في الملعب من الموجودين غير عبد الله سعيد، الكره دي كانت هتضيع. لا اما هياخدها ويمشي، لا اما هيشوطها في السماء. لكن ربنا بيحبنا، انا جات لعبد الله. تنوع الزمالك بقى وابتدى وبعديها شوطه من شلبي جميله جدا، كانت المفروض تكافئه النهارده وتدخل جون، جت في العارضه. جت اصابه الونش فنزلنا احمد محمود وبعد كده كوستا، وخرجنا شلبي وخرجنا الونش. آه، تغييرات طبعا اغلبيتها محمد السيد لما نزل صحيح مع الجزيري مكان ناصر منسي. الناس انتقدت تغيير شحاته وناصر، بس بصراحه كان تغيير كويس جدا. شحاته ما كانش في يومه النهارده، ما كانش في احسن حاجه. وجروس طبعا يعني راجل بيسالوه على عبد الله، وكان المفروض يطلع وانت كسبان وبتاع، قال له ما يعني هو الراجل شايف ان عبد الله ما ينفعش، ما فيش بديل ليه، وفعلا لو بيخرج احنا ادينا بنشوف اللي بيحصل فينا يعني. الجون الرابع مجهود فردي من دونجا يشكر عليه، الحسنة الوحيدة في الماتش. قطع الكورة وزاد بيها ورقص لعيب الجونة ولعبها بالعرض للجزيري اللي ما فيش أي مشاكل إن هو يحطها. نتيجة كويسة وإن شاء الله نبني عليها. وقبل ماتش بيراميدز اللي ما ينفعش أي نتيجة فيه غير الفوز بإذن الله. بتمنى يعني بس ان يعني اخر كلمتين ان اداره الزمالك تفهم حاجه، ان احنا مثلا مش زعلانين او بنهاجمهم عشان بن شرقي بنسبه 90% رايح الاهلي او انه هيروح الاهلي. هي القصه مش في لعيبه، الفكره ان انت لو خالق البدايل المناسبه، او انت اوريدي عامل شغلك، احنا مش هنبص مين راح الاهلي او مين ما راحش الاهلي، ما دام مش متاخد من عندك، او مش في او حتى لو متاخد من عندك ما دام مشي خلاص. انا مدال شايف شغلي صح وبغطي نواقصي صح،
انا مش هبص بقى الاهلي جاب مين. يعني الاهلي النهارده تعاقد مع تريزيجيه، صفقه بوم، وهياخد كتير، واوضه اللبس ما حدش هيتكلم فيها، وواخد حوالي 60 70 مليون جنيه في الموسم، ما فيش اي كلام، او يمكن اكتر كمان يعني. آه، حقه يا عم، اللعيب بتاعه ورجعه. انت بقى كزمالك ايه المقابل اللي انت الشغل اللي انت بتشتغله يعني عليه، سواء على قد امكانياتك او مش على قد امكانياتك؟ فطبيعي ان يبقى فيه هجوم عليك النهارده. هجوم جامد قوي من المدرجات على حسين لبيب، وبيقول لك حسين لبيب اتقمص ومشي، وفي ناس تانية قال لك لا ما مشيتش، ده خرج ورجع تاني. يخرج ولا يتقمص، ولا هو ولا احمد سليمان ولا هاني بيرزي ولا هاني شكري، يعني سوري في الكلمه، يخبطوا دماغهم في الحيط. هو ده الشغل العام، وهو ده زي يا حبيبي ما هتعمل حاجه كويسه هنقول لك برافو، زي ما هتعمل حاجه غلط هنديك بالجزمه. انت عامل كل الغلط، فاستحمل بقى يا معلم وقابل لحد ما تعمل حاجه صح وتبان كرامتها. لكن اللي بيحصل ده كله عبث. الجمهور الاهلي اللي معاه كل حاجه وواخد كل حاجه هاجم الخطيب، ويا خطيب ويا خطيب ويا بخيل ويا بخيل. فين البخل ده؟ ويا عم الراجل صدق، الراجل تقريبا اقتنع انه بخيل وحب يثبت له. بيقول لك هسيب زي بيقول صفقه تريزيجيه مكلفه 500 مليون جنيه، غير المهاجم جريشنار ده اللي جابوه، وغير اعاره العش، غير صفقتين بيخلصوا فيهم، واحد لاتيني مع بن شرقي، ولسه مصممين على بن شرقي، وبنسبه 90% تقريبا هي خلاص خلصانه يعني. والزمالكاوي بس يبتدي يستعد ما يتضايقش يعني، او يبتدي يتعامل، بس نفكر احنا هنعمل ايه في مصيبتنا. يعني احنا هنغطي اللي عندنا، النواقص اللي عندنا بايه؟ فإدارة يعني انت بقى هتاخدي الوش ده طول ما الوضع وطول ما ادائك زي كده، يا حسين يا لبيب يا سليمان. ويا رب سليمان ده يبعد عن ملف الكوره اصلا، يا رب يبعد عن مجلس الاداره كله يعني، ويخليه مع مهيب، كفايه عليه قوي. مثلا معلش طولت عليكم، وده كانوا كلمتين صراع كده عن اللي بيحصل، وان شاء الله يعني يبقى قريب كده هيبقى في كلام، حلقات منفصله يعني عن كلام معين. هنبقى نطلع برضو ننوه عليها يعني، سواء في بوست على الفيسبوك او على بوست حتى في صفحتي على في القناه على اليوتيوب. شكرا ليكم، وشكرا لاي حد بيتابعني. ليلتكم جميله.